أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن البيرسونال برونومن، الضمائر الشخصية في اللغة الألمانية. الضمائر في اللغة الألمانية سهلة وبسيطة، بس عايزة شوية تركيز منك بس، لا أكثر ولا أقل. ونبدأ بأول ضمير اللي هو الإش. إش يعني أنا. السيها تنطق ش. ندي بشبيل، وبشبيل يعني مثل. إيش بن. إيش بن يعني إيه؟ يعني أنا أكون. تقدر تستخدمها لما تكون بتتكلم عن نفسك. الضمير التاني دو يعني أنت. بشبيل دو بيست كلوك، أنت تكون ذكي. الضمير الثالث اللي هناخده النهارده هو إيا، اللي هو. الإر لا تنطق لما تكون في آخر الكلام، زي إيا استشبات، هو يكون متأخر. الضمير الرابع زي. الإي إيه تنطق إي بكسرة، زي زي است هوبش، هي تكون جميلة. الضمير الخامس فيا يعني نحن، حرف الإر في آخر الكلام مخفي. الضمير السادس إيا يعني أنتم، حرف الها لما يجي في نص الكلام لا ينطق. والضمير السابع زي هي بس هنا هم. يبقى البيرسونال برونومن اللي خدناهم النهاردة: إيش يعني أنا، دو يعني أنت، إيا يعني هو، زي يعني هي، في زي يعني هم، فيا نحن، وإيا يعني أنتم. والنهاردة كمان خدنا 3 أشكال للفعل زاين. زاين يعني فيرب يكون. إيش بن، دو بست، إيا أو زي است. وأخدنا كمان النهاردة 4 صفات: كلوج يعني ذكي، هوبش يعني جميل أو جميلة، شبات متأخر، ودون يعني رفيع. وكمان في بعض التريكات لازم برضو نعرفها أخدناها النهاردة، زي في إيش سيها تنطق ش، الإي إيه تنطق إي. لما تكون حرف الها في وسط الكلمة لا تنطق، ولو جت الإر في آخر الكلام تنطق آ. والنهاردة خلصنا البيرسونال برونومن. أتمنى تكونوا استفدتم، ولو في أي استفسار ابعتولي كومنت وأنا هرد عليكم.